والآن مع المفاجأة الكبرى. مش فايدة نفس التعليق. أرخص منيو مشاوي في مصر. النهارده هنجرب ارخص منيو مشاوي في مصر موجود من مطعم مفحم. المنيو كله على بعضه مش مكلف حوالي 1200 جنيه. تعالى نبدا باول حاجه المشروبات ونبص عليها. اول حاجه النهارده معموله من مفحم اللي هي الصوبيا مفحم. تعالى نفتح كده وندوق. هنعدي في المشروبات دي بسرعه عشان نخش في الحلقه. الصوبيا كويسه بس خفيفه وباينه قوي انها صناعي مش فريش يعني. ده كده شكلها زي ما انتم شايفين خفيفه خالص اهي، بس قشطه يعني شغاله. تاني حاجه عاملينها كركديه. هو كركري ولا كركديه؟ كركبيه. تاني حاجه معانا الكركديه برضه هندوق بسرعه كده نشوف طعمه كركديه ولا مش كركديه. حلو طعم العناب اللي على القهوه، لذيذ وخفيف تبدا ليه الاكل بتاعك، بس يعني مش افتكاسه. بس انا عاجبني قوي شكل الازايز اللي هم حاطين فيها دي، شكلها حلو قوي. تالت حاجه برضه قبل ما نبدا، بس هي مش مشروب، هو ده الويسكي. تمام، ميه سلطه. يعني هم كاتبين عليه 2 شوتس وحلال، بس يعني احنا عشان ما لناش في الحراق خايفين يكون حراق، فهنحاول ايه ندوق الاول. حلو قوي بس حراق جامد، بس حلاوته طاغيه احسن. جامد طعمه حلو قوي، هينفع معانا في باقي السندوتشات. هنحطه جنبنا بقى عشان باقي السندوتشات نجرب مع السندوتشات. كان عنده نوعين من السندوتشات، عيش الصامون والعيش بتاعه مسميه عيش مفحم. ده كده شكل البوكس اللي بيجي فيه الاكل، وكاتبين في الجنب هنا مشوي يمد لسابع جد، وهنا تنتهي رحله الجوع. كمان كاتبين على البوكس المشاوي كان غاوي، وعلى الشهره ما كانش ناوي، والحبايب والقرايب ساب لهم نايب، مع كل قطعه زادوا وصيته طاف بلاده. طبخت لنا صاحب الصيحه عيشته تبقى مريحه. عبيط انا يا بوما، انت اتجننت ولا ايه؟ وعدى الزمان وسر الخلطه في الحفظ والامان يا حبيبي يا سلطان. وجينا ليكم بمكان تشاركونا طعم حافظنا عليه اجيال، ومن هنا بدايه الفروع حيث تنتهي رحله الجوع. المحل ده ليه فرعين، فرع في مصر الجديده وفرع في وصل الدهشور في الشيخ زايد. كده هنبدا دي السندوتشات الصامون اللي عندهم، ده شكلها. هنبدا باول حاجه نشوف، يعني هم عاملين باكجنج للسندوتش كده، بس هي اللقمه صغيره مش كبيره يعني. شوف اول حاجه ده ايه. ده سندوتش كفته طحينه وعليه خضره سلطه. يلا ندوق ونشوف. طعم الكفته حلو جدا جدا جدا. طعم الشوي باين فيها، مش تقيله قوي، نسبه الدهون فيها كويسه ومخليه الطعم بتاعها جميل جدا. وكمان الخضره اللي عليها البقدونس والجرجير والطحينه والبصل مخلين طعمها حلو قوي. يلا نخش في اللي بعدها. تاني حاجه موجوده في البوكس هو سندوتش الشيش. ده كده شكل الشيش، شكل السندوتش فيه من جوه الشيش مع بصل وفلفل وطحينه. يلا ندوق. هي الفراخ ناشفه شويه بس التتبيله بتاعتها حلوه قوي، والخضار اللي معاها ده مخلي الطعم جميل جدا، البصل والفلفل. احنا بقى جايبين من عندهم جبنه شيدر، تعال نزود عليها جبنه كده بحيث ان هي تعادل النشفان بتاع الفراخ وندوقها. يلا نحط كده الجبنه ونشوف الطعم هيبقى عامل ازاي. هي الميزه في صوص الشيدر ده ان هو مش شيدر بس، هو الشيدر على جبنه كيري، فمخلي طعمها حلو قوي، تحفه. السندوتش ظبط قوي مع الجبنه. تالت سندوتش، وانا بصراحه اول مره اشوفه حد عامله في العيش صامون ده، يعني الناس كلها بتعمل الكفته والشيش والطرب وكده، هم عاملين السندوتش ده لحمه مفرومه متعصجه زي بتاعه البشاميل والحاجات دي كده. ده شكله مش حاطين عليه اي حاجه غير اللحمه. فتعال ندوقه كده من غير جبنه ونرجع ندوقه بعد كده بالجبنه. عالمي. استمر والله يعطيك العافيه. الله يعافيك. ابداع والله. عالمي. سندوتش حلو جدا جدا جدا. هو بس مزايد شويه، بس بصوا كده اللحمه نفسها ما فيهاش دهون كتير، يعني هو مزيت من الرغيف من عصاج وهما بيحمصوه،
بس من جوه التتبيله بالظبط لحمه. عارف انت اللحمه اللي بتسرقها من على البوتاجاز كده قبل ما تعمل بشاميل، اللحمه المفرومه المعموله بالبصل، تحفه تحفه تحفه. هو اصلا مش محتاج جبنه، يعني انا حاسس ان انا لو حطيت جبنه هتبوظ طعم السندوتش اصلا. التوابل فيه مظبوطه، بس البصل الكرمله بتاعت البصل حلوه قوي فيه. السندوتش ده هجربه تاني كتير قوي. اخر حاجه في البوكس ده وهو الحواوشي، عاملينه برده في عيش سمون واخد تحميره كده من بره. هنبص عليه من جوه برده. ده منظره كده من جوه. انا كنت فاكر ان انا هلاقيه عامل زي اللحمه المفرومه اللي هو سندوتش لحمه متعصجه، بس لا، ده هي هنا تحسها كفته شويه، بس ده ايه، ده حواوشي. تعال نجرب كده نشوف طعمه. بس انا حاسس هيبقى ناشف قوي. جامد 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 جامد. خلطه الحواوشي اللي فيه تحفه. مشكلته الوحيده ان هو ناشف برضه. ده بقى مش هنحط عليه جبنه، هنحط عليه طحينه. انا حاسس الطحينه هتمشي معاه اكتر. يلا كده ندوق بالطحينه. ده كده منظر اللحمه. السندوتش ده عالمي. هو عيبه الوحيد ان هو ناشف شويه، يعني بص اللحمه هو ناشف شويه، لكن الطحينه غيرت الطعم بتاعه. يلا نخش في اللي بعده. تاني بوكس معانا ده نفس السندوتشات اللي احنا كلناها، ولكن في خبز او عيش مسمينه خبز مفحم. تعال نفتح كده. ده كده منظر الباكينج او الباكجينج بتاع السندوتشات. يلا نجرب اول واحد. بس السندوتش طويل قوي، هنجيب بقى حاجه نحط عليها الاكل. اول حاجه في البوكس هو سندوتش الكفته. هو شكل السندوتش حلو قوي واكبر من الصامون بكتير طبعا، وهنا هتحس الكفته اكتر. ده حجمه كده. فهو من جوه هنحاول نشوف من غير ما نبوظ السندوتش. هي نفس الفكره، طحينه وخضره، بصل وبقدونس وجرجير مع الكفته، صباع الكفته واخد تحميصه حلوه كده من الصاج. يلا ندوق. كفته عندهم حلوه قوي، حلوه قوي، عالميه والله. كفته حلوه، طعم الشوي باين فيها، غنيه كده، طعم الدهون باين وطعم اللحمه والتوابل اللي على الكفته حلوه حلوه قوي قوي قوي. وعايز اقول لك اللقمه دي احسن من اللقمه بتاعت الصامون في الكفته. تعال نجرب تاني حاجه وهي المسحب. المسحب ده عباره عن ايه؟ عباره عن قطع فراخ مشويه معاها طحينه، نشوفه برده، طحينه وبصل وفلفل الوان. يلا ندوق. ده منظره كده، هو مليان بصراحه. تتبيله الفراخ عندهم حلوه قوي، فيها سنه سبايسي خفيفه خالص كده للناس اللي هي ايه، يعني ما بتحبش الحراق زي حالاتي، بس جاي من بعيد كده سنه سبايسي محليه طعم السندوتش. الميزه بقى في المسحب ده ان التتبيله بتاعته مش زي تتبيله الشيش طاووق اللي احنا دقناه. هنا الفراخ مش ناشفه ومش مجلده، والخضره اللي معاها مخليها الطعم بتاعها حلو قوي. خلاص بقى السندوتش ده ونكمل تصويره. غدا بنص 10 جنيه وهيكفي 3 افراد. اعمل لايك يا احمد. تالت حاجه في البوكس ده وهو سندوتش عندهم اسمه بيبوظ. فالبيبوظ اللي بيبوظ ده عباره عن ايه؟ اللي بيبوظ ده عباره عن كفته محشيه من جوه شيدر، جبنه شيدر. ده كده شكل السندوتش، شكله هيبقى عالمي بصراحه. انا اول مره اشوف كفته محشيه، يعني بقى اشوف البرجر محشي. يلا نبدا ونجرب. بسم الله. ناني هو بيبوظ فعلا. نسيت اقول رايي في السندوتش من كتر ما انا عايز اكله. سندوتش حلو قوي. صوص الشيدر اللي زي ما قلت لك ان هم مستخدمين، هم عاملين صوص الشيدر مع جبنه كيري. عايز اقول لك الطعم بتاعه حلو قوي. فكره ان انت تحشي الكفته دي وتطلعها على السيخ مخليها جوسي جدا، مش لوسي خالص، وطعمه حلو جدا. الكفته نفسها جميله، نفس تتبيله الكفته، نفس الطعم مضاف من جوه الشيدر مع الكيري. ودت الطعم في حته ثانيه خالص خالص خالص. يعني الكفته لوحدها حلوه، بس السندوتش ده حلو قوي للناس اللي بتحب زي ما بقول لك كده التشيز بارتي، يعني الناس اللي بتحب جبن كتير السندوتش ده عاجبها قوي. يلا بقى نخش على بعض. اخر واحد معانا الشيش، بس هو شيش قزم شويه مش زي اخواته. هو كده الشيش طاووق، نفس الخضره نفس كل حاجه عنده كده. انا اكتر حاجه عجباني برده ان السندوتش نفسه مقفل وهم مش حارقينه. يعني انا ما بحبش السندوتش تبقى محروقه جامد كده على الصاج، لا هو شكله حلو وماسك نفسه بشكل حلو قوي. يلا ندوق. مش فايده نفس التعليق، فراخ ناشفه قوي قوي قوي. صوابعي كانوا عاملين كده، بقى عاملين كده دلوقتي. ما بعرفش امشي غير السكه دي انا. حلوه بس ناشفه، يعني طعمها حلو بس ناشفه جامده جامده جامده. كويس، بس المسحب احسن منه، المسحب السبيشال احسن منه بكتير. نفصل بقى ما بين السندوتشات. هم عاملين بطاطس، بيقولوا ان هي اطول بطاطس في الوطن العربي، اسمها صوابع السعاده. هي المفروض طويله وهي فعلا طويله. هحاول اوريها لكم كده، يعني في حاجات طويله وفي حاجات بقى مكسره من الايه، من الطريق وكده، بس هي فعلا يعني
طويل وكبير. ايه ده كله؟ ايه الحجم ده؟ تعال ندوقها كده. ايوه، انا كان شاغلني فعلا موضوع هل فعلا بطاطس بالحجم ده ولا لا، بس هم هرسوا البطاطس وبعد كده حطوا عليها زي طبقه وقالوها، يعني هي مش وحشه بس هي اختراع زي ما انتم شايفين كده، بس مزيته قوي يعني. حلو بس يعني اختراع تجربه مره يعني. يلا نخش في اللي بعده. اللي بعد كده معانا هي وجبه يعني شويه بقى ما فيهاش جبنه وما فيهاش حاجات يعني تنفع للناس اللي عامله دايت شويه. هي لو فيها رز بسمتي تبقى كده ايه، هتترشح للناس اللي تبقى عامله دايت، تبقى حلوه قوي يعني. تعال نشوف كده جواها ايه. طيب زي ما احنا شايفين الوجبه عباره عن سبعين كفته وثلاث حتت شيش طاووق. خش كده علينا في المونتاج محمد ابو شعيشه. الوجبه زي ما انتم شايفينها كده، سبعين كفته وثلاثه شيش وشويه بطاطس وفي خلطه كده، عايزين نشوف ايه الخلطه دي. يلا نشوف ايه الخلطه دي، هي شكلها قريب من الدقوس قوي. سلطه. سلطه والله، سلطه مفرومه. انا حراو ايه ده. طيب بما ان الوجبه دي للناس اللي عامله دايت فهو فيها كميه رز بسمتي كويسه وثلاث قطع الشيش وكفته، احنا كده دقناهم مش هندوقهم تاني، بس انا حبيت اوريكم يعني السبعين الكفته حجمهم محترم مش صغير خالص يعني انت لو ماشي بالجرام والميزان او بتعاني مثلا من السكر عندك عالي او مقاومه الانسولين عندك عاليه يعني السنه المفرطه، هتنفع معاك الوجبه دي. شكلها حلو بس احنا مالناش في الحاجات الصحيه يعني. اطفالنا بقوا ضحايا للتخمه. بعد كده معانا العلبه الصغيره دي، هم عاملين بطاطس كرينكلز كده. انا بس البطاطس عموما من المطاعم ما بحبش اجربها لاجل يعني عشان اللي هي لها طعم مختلف ولا حاجه، بس انا بشوف بس فرق التتبيلات عاديه. التوابل بتاعتها مش اقوى حاجه بس كويسه تتاكل مع الاكل. لو جت سخنه كمان هتبقى احلى بكتير. والان مع المفاجاه الكبرى. الهيرو بتاع الحلقه النهارده اللي هو المولتوز. ده مالته نطه. المولتوز ده عباره عن ايه؟ عباره عن كرواسون كبير. في منه نوعين المولتوز. اول حاجه فتحناها دلوقتي المولتوز الفراخ، ده عباره عن قطعه فراخ كبيره جدا صدر، عليها تركي مدخن وعليها موتزاريلا. ما تخافوش هوريها لكم بس انا مش مخبيها ولا حاجه. هو انت مخبيه يا لئيم مخبيه. ها انتوا عايزين تشوفوها انتوا كمان؟ امنكم. ده الشكل بتاعه كده. يعني كنت متوقع ان هو يبقى اصغر من كده بكتير بصراحه، بس هو حجمه ممتاز. طويل وتخين. هو طويل وتخين وكل حاجه. الشكل بتاعه تحفه بصراحه. الكرواسون برضو طازه، في جبنه، في قطعتين، قطعه كبيره قوي بالصدر وقطعه كمان هنا. تعالوا نقطعه ونحطه كده عشان ده هيتقطع لو مسكناه. طيب هنشوف هل بقى الكرواسون ده هيبقى احلى من الكرواسون اللي كان عامله بافلو برجر ولا لا، مع اختلاف ان التاني كان بالبرجر وده بالفراخ. بس انا شايف برضو الكرواسون هنا يعني هو مورق ماسك من بره وطري قوي من جوه. احنا قطعنا قطعه فيها كل حاجه، فراخ وتركي مدخن وموتزاريلا. ندوق. لا انا هنا حاسس بطعم الكرواسون. التجربه اللي فاتت ما كانش فيها طعم الكرواسون كان ظاهر، كان طعم البرجر في بافلو برجر كان ظاهر. ميكس عالمي بصراحه. الكرواسون فيه العجينه كده سنه سكر مخليها طعم سندوتش حلو قوي مع الطحينه مع الفراخ، تحفه بصراحه. من الحاجات اللي انا ممكن اجربها تاني او اكيد هجربها تاني. لغايه دلوقتي التجربه حلوه جدا. يلا نخش في اللي بعده. بعد كده معانا المولتوز لحمه. ده بيبقى فيه ايه؟ نفس فكره الكرواسون بس جواه اللحمه المتعصجه اللي جربناها قبل كده وعليها جبنه موتزاريلا. تعال نبص كده نفتح. ده المنظر بتاعه. عايز اقول لكم طعم الكرواسون حلو جدا جدا جدا. تعالى كده نقطعه وندوق عشان هو ما يفرولش في ايدينا. ده كده شكله. هو اصلا من ساعه ما انا لما كنت بطلب وهم شكل الاكل عندهم مغري جدا، الريحه اصلا في المحل عالميه. جامد والله. احلى حاجه ان الحشو او اللحمه او الفراخ مش مغطيين خالص على طعم البرجر، على طعم الكرواسون مش مغطيين عليه تماما يعني. زي البرجر بقى اللي فات. خالص. لا التجربه هنا حلوه قوي. بس الكرواسون اللحمه ده اتقل من الفراخ، يعني انت لو هتاكل ممكن تجيب واحد من ده بس، انما الفراخ ممكن تجيب اتنين. يعني المولتوز ولا الكرو برجر؟ مولتوز. المولتوز يفوز. ثلاثة نعم. خلاصة مطعم مفحم. لو هتروح تجرب هناك انا هرشح لك ايه من الاكل اللي احنا جربناه النهارده. انا هرشح لك المسحب السبيشال، هرشح لك الكفته، هرشح لك المولتوز سواء اللحمه او الفراخ، حلوين جدا. الاكل طعمه جميل جدا. يعني شويه الشيش ما كان عشان ناشف شويه ما كنتش حاسس بطعمه ان هو كويس، بس ما ضفنا عليه الجبنه شويه طعمه بقى حلو. بس فعلا الحاجات المميزه قوي عندهم المولتوز والكفته طعمها فظيع يا جماعه. ده كده النهارده كان الفيديو بتاع مفحم. انتظرونا ان شاء الله الاسبوع ده قبل العيد هيبقى فيه اكتر من حلقه. هستنى رايكم في المطعم ده. اللي جرب يكتب لي في الكومنتات سواء عجبه او لا، وترشحوا لي ايه مطاعم الحلقات الجايه. بالنسبه للحلقات الجايه هنحاول الاسبوع اللي قبل العيد ده ان احنا نبدا ننزل حلقات عن الكحك، ترندات الكحك. احنا مش هنجرب الكحك العادي لان الناس كلها جربت الكحك العادي، هنبدا نجرب الكحك، اختراعات الكحك
وهنجرب مطعم خبزه وشاورما، وهنجرب حاجه كمان هتبقى مفاجاه محدش خالص عملها، احنا هنبقى اول حد يعملها. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، استنونا في الفيديوهات الجايه. سلام.